السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من على خطى الحبيب. تخيلوا معايا ان في لحظة واحدة بس جسمنا كله بيقف عن الشغل، العقل بيهدى، الحواس بتنفصل عن العالم، ومع ذلك دي من اعظم نعم ربنا علينا. النوم مش ضعف ومش رفاهية، النوم معجزة الهية وجزء اساسي لاستمرار حياتنا. وربنا سبحانه وتعالى لخص كل ده في كلمة واحدة معجزة في سورة النبأ لما قال: وجعلنا نومكم سباتا. ايه معنى سباتا وايه سر النوم وليه هو ضروري زي الاكل والشرب؟ خلونا نعرف ده مع بعض في حلقة النهاردة. كلمة سبات في اللغة معناها القطع والراحة والانفصال، يعني النوم بالنسبة للجسم قطع عن الحركة والتعب وانفصال عن الضوضاء والإدراك، راحة كاملة بتعيد كل خلية في جسمنا لحالتها الطبيعية. والعلم بيقول ان النوم فعلا هو اعادة ضبط كاملة للجسم، كأنك بتعمل ريستارت لجهاز كمبيوتر، بس المرة دي بتعمله لجسمك وعقلك. طيب، اثناء النوم بيتم تنظيف الدماغ من السموم اللي اتجمعت طول اليوم، يعني المخ بيعمل زي سكان كده للذكريات، بيثبت المهم ويمسح الحاجات اللي مش مهمة. بيشتغل زي مركز الصيانة كده اللي بيسرع شفاء خلايا المخ من الإجهاد. وأثناء النوم بيزيد هرمون اسمه الميلاتونين، ده مسؤول عن تهدئة الجسم. بيزيد هرمون النمو اللي بيساعد على بناء العضلات وتجديد الأنسجة. وكمان بيتنظم فيه هرمون الكورتيزول اللي مسؤول عن التوتر والطاقة. كل ده مش بيحصل إلا أثناء النوم، سبحان الله. القلب كمان بيتبطأ عشان يحمينا، معدل ضربات القلب بتنخفض والتنفس بيبقى أعمق، وده بيقلل الضغط على القلب وبيديه راحة يومية ضرورية. وكمان الجهاز المناعي بيقوى، الجسم بينتج بروتينات مناعية مهمة أثناء النوم. عشان كده الإنسان اللي ما بينامش كويس مناعته بتضعف بسرعة جدا. وكمان بتنظم الشهية والوزن، النوم بينظم هرمونات الجوع، الشبع والجوع. قلة النوم بتساوي جوع مستمر واضطرابات في الحرق، وده سبب ان ناس كتير وزنها بيزيد بس علشان بتنام قليل. ربنا لما قال وجعلنا نومكم سباتا، الكلمة دي بالذات شملت كل اللي اكتشفوا العلماء بعد آلاف السنين: فصل الحواس، راحة القلب، تهدئة الأعصاب، تجديد الخلايا، تقوية المناعة، ترتيب الذكريات. كل ده كلمة واحدة اختزلته كلمة سباتا. وكالعادة القرآن بيسبق العلم ويصف أدق العمليات البيولوجية بلغة بسيطة معجزة. طيب ليه النوم نعمة عظيمة؟ لأن من غيره الإنسان هيموت بعد أيام قليلة جدا، لأن الجسم بيفقد القدرة على التركيز والحركة وضبط الهرمونات. وكمان لأن حياتنا الروحية هتتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، ومن حقها إنها ترتاح. كمان النوم بيعدي معانا بمرحلتين، مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى النوم غير الحالم، اللي هي النعاس، الجسم بيبدأ إن هو يرتخي وضربات القلب بتبقى أبطأ، العضلات بتهدى، ممكن يحصل نفضة عضلية خفيفة كده، احنا أكيد كلنا بنحس بيها. ودي مرحلة انتقال من اليقظة للنوم. المرحلة التانية النوم الخفيف، ودي بتمثل حوالي 50% من وقت نوم الإنسان. فيها بيحصل انخفاض حرارة الجسم، تباطؤ التنفس، توقف الوعي عن البيئة المحيطة بينا، وبدء إغلاق العقل عن المحفزات الخارجية. المرحلة الثالثة اللي هي النوم العميق، ودي أهم مرحلة في النوم كله. فيها بيحصل تجديد للخلايا، تقوية المناعة، إفراز هرمونات النمو، شفاء العضلات، إصلاح تلف الأعصاب على مدار اليوم، وتنظيف المخ من السموم اليومية. ودي المرحلة اللي القرآن أشار ليها بدقة في كلمة سباتا، لأنها بتمثل أعلى درجات الانفصال والراحة. المرحلة التانية النوم الحالم، مرحلة الأحلام بقى، وبتتكرر كذا مرة أثناء الليل. وده بيحصل فيها إن العقل بينشط بشكل كبير، وبيحصل فيها حفظ الذكريات ومعالجة المشاعر وحل المشكلات وترتيب المعلومات اللي تعلمها الإنسان على مدار اليوم. الغريب
الجسم بيكون مشلول تقريبا عشان ما تنفذش اللي بتحلم بيه، وده نظام امان رباني رهيب سبحان الله. طيب دورة النوم، ليه لازم ننام 90 دقيقة مضروبة في عدد؟ يعني النوم عبارة عن دورات، كل دورة حوالي 90 دقيقة، والأفضل إن الإنسان يصحى في آخر كل دورة مش في نصها. عشان كده أنسب ساعات النوم بتبقى 4 دورات يعني 6 ساعات، أو 5 دورات يعني 7 ساعات ونص، أو 6 دورات يعني 9 ساعات. وده بيفسر ليه ناس تنام 8 ساعات وتصحى تعبانة، لأنها صحت غلط في منتصف دورة النوم. أثناء النوم العميق بيشتغل نظام اسمه الجرينفاوي، وده بيطرد مواد سامة كتيرة جدا، وبتبقى مسؤولة عن الزهايمر لو تراكمت. تاني حاجة بيحصل إعادة شحن للذاكرة، المخ بينقل الذكريات من الذاكرة القصيرة للذاكرة طويلة المدى. عشان كده المذاكرة بدون نوم بتساوي أكيد مضيعة للوقت. تالت حاجة هرمونات بتتظبط بدقة ربانية، لأن أثناء النوم هرمون النوم، هرمون التوتر، هرمون إصلاح الأنسجة، تنظيم سكر الدم، تثبيت الشهية، كل ده بيحصل أثناء النوم. رابع حاجة المناعة بتزيد 200%، الجسم بينتج مضادات للالتهابات بتقوي الجهاز المناعي بشكل واضح جدا. خامس حاجة إن القلب بيتخفف من عليه الحمل، بينخفض الضغط وتقل ضربات القلب، فتزيد صحة القلب بشكل ملحوظ. سادس حاجة الصحة النفسية، قلة النوم بتساوي غضب، عصبية، اكتئاب، قلق، ضعف السيطرة على المشاعر. يعني النوم بيساوي توازن نفسي. من غير النوم الإنسان هيموت خلال أيام، هيحصل له ضعف تركيز، ضعف ذاكرة، توتر، انهيار مناعة، اضطراب هرمونات، زيادة وزن، تدهور الصحة النفسية. وصدق فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن لنفسك عليك حقا، وفعلا من حق النفس إن هي ترتاح. كل ليلة واحنا نايمين جسمنا بيمر بمرحلة معجزة ربانية دقيقة ثابتة كل يوم. النوم مش مجرد راحة، النوم برنامج صيانة شامل، برنامج ربنا خلقه جوه جسمنا، رحمة بينا. فسبحان من جعل النوم سباتا، وسبحان من جعل الليل لباسا، وسبحان من أعطانا من النعم ما لا تعد ولا تحصى. وبكده خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة ومعجزة جديدة من على خطى الحبيب.